النهارده باختصار نقدر نقول إن المصري القديم ده كان عبقري، حط أبجدية واضحة جدا يقدر يقرا بيها من رسمة واحدة مجموعة حاجات، دي العبقرية بتاع المصري القديم. بس كانت المشكلة كلها إن إحنا فين الأبجدية اللي إحنا نقدر نمسكها عشان نحل بيها المشكلة دي. يعني مثلا لما جه رسم الأمون أو حط كلمة الأمون راح حاطط جنبه حمامة يمامة طائر اسمه الخطاف. ايه حكايه اليمام والحمام وطائر الخطاف بالامون؟ وده حتى اللي المترجم بقى يحط عليها علامات استفهام. لو احنا كتبنا الامون ومعانا الابجديه نقراها نشوف كده مع بعض. برضه هنعمل تطبيق يعني بشكل سريع جدا. دلوقتي الراجل ده اسم الامون كامل اهو. ده اسم الامون اللي تحتها شرطه اللي هقولها على طول، ده اي ولام ميم امون. ميم وواو مو، دي واو دي واو دي واو وبعدين دي نون الامون. حروف المد البينيه اللي هي اللي عليها السهم دي اذا احتجتها بتنطقها، اللي عليها السهم دي ما احتجتهاش ما بتنطقهاش، خصوصا في الاسماء. اما غالبا في الافعال هي شغاله بشكل كويس جدا. في الافعال بتنطق. يعني لو قلنا مثلا يلعب خلاص، يلعب يبقى دي الياء ودي اللام ودي العين ودي الب. معانا الابجديه بنقدر نقراها يلعب، لكن في الاسماء ممكن احتجتها ماشي ما احتجتهاش خلاص. دي القاعده بتاعتنا اللي احنا ماشيين بيها. الامون، اسم الامون كامل اهوت اللي تحته الخط ده اسم الامون. تكمله الامون اللي دولت كده معناها الجد يعني، ودي كده معناها كل، والاخيره دي معناها اله. اله، الامون جد كل اله، ده باختصار اسم الامون جد كل اله. طيب ايه حكايه اليمام والحمام والخطاف والكلام ده؟ نشوفه بسرعه مع بعض. الحرف اللي عليه السهم ده بينطق من الحروف الحلقية ح يا ع، كل ده ينطقها الحرف ده، فنطق حمام نطق يمام. المهم ان انت معاك الابجديه موجوده. لو معاك الابجديه موجوده تقدر تقول اليمام الحمام، كل ده طالع من اسم الامون. هو العبقري كده، المصري القديم كان دي عبقريته. تعال اما نشوف كده طائر السنونو. هنا جاء على دي كده طائر السنونو. ادي الاي وده السين وده النون، سنان منشار وسنان منشار التانية النون. السنونو. جميل. هو شايف ان ده طائر السنونو، وعشان كده لما رسموا طائر السنونو قالوا فيه معنى الضعف والذله والحقاره وكده. اوكي، واضح من اسمه ان هو لو جيت تشوفه هتلاقيه مكتوب اي، والسين اللي هي نطقت هنا ممكن تبقى زاي لانها حرف تبودلي معاها. الزليل، لام يه لام الذليل. عشان كده هم شافوه احيانا بيجي بمعنى الضعف والقله والحقاره الذليل، لكن هو عموما مش دايما بيجي كده. نشوف حاجه تاني. لما جه بيقول ان ارض كنعان عقار، يعني جايب حبوب دواء من ارض كنعان. بغض النظر عن الحبوب، موجوده كلمه حبوب في الاول، بس عايزين نشوف موضوع ارض كنعان. يعني حتى في اسم الامون جايب ارض كنعان. وبرضه فيه يعني يعني شويه استهجان لكلمه ارض كنعان. تعال نشوفها كده جايه منين. هنا ارض الف اي واسنان منشار ر، وده حرف المد الف، ونص دائره بتنطق ضاد ارض، والاخيره دي خالص كنعان. دي الكاف وديت النون وديت العين وديت النون. أرض كنعان. معجز. الراجل القديم معجز، بيحط رسمة واحدة ويحملها معاني كتير من الكلمات. ما عندوش مساحة كتيرة للكتابة، وقتها كان كده الأمور ضيقة للكتابة على حجر وحائط وجدار، ورسمه كانت صعبة. فكان بيحط رسمة واحدة ويديلها مخصص ياخدك في الاتجاه اللي هو عايزه. فهنا في الحتة ديت في المخصص ده بيتكلم على الدواء والعلاج وبتاع، بس حتى أرض كنعان واضحة بشكل جميل. شوف حاجة كمان. يعني حتى لما جه بيقول ان بيقول ان الموميا على السرير. الموميا على رسم موميا وحطها على سرير، والمترجم فاهم ان الموميا على السرير، والرسمه بتقول ان الموميا على السرير. طب هو حطها مع الامون، ايه حكايه الامون بالموميا على السرير؟ بس لو انت معاك الابجديه تعال نقراها. ادي اي ودي لام ودي ميم وميم موميا كده. وممكن ديت برضو تبقى الحرف ده تبادلي على، وادي اللام ادي اللام الموميا
الموميا اللي تحتها خطين دي الموميا جميلة جميلة، على ادي على وادي ايه السرير روعة، ادي ايه وادي السين، الساء الف مد وراه ويه نص اللي هو شكل الفم، وده الاخير خالص راه. الموميا على السرير، السرير مش ممكن، رائع. يعني سلام مشار نطقت راه ونطقت نون ونطقت لام، حروف تبادليه معاها جميله. الموميا على السرير، رسم الموميا وحطها على السرير وقال لك الموميا على السرير. حكايه اعجاز. هو المصري القديم كده، دي روعته. رائع. لسه في اسم الامون حاجات كتيره احنا وضحناها في الحلقه اللي فاتت وهنوضحها في الحلقه اللي جايه. موضوع رائع جدا.